اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي اتم صحه وفي راحه بال. جاي لكم النهارده بفيديو جديد وان شاء الله فيديو النهارده يعجبكم. فيديو النهارده بقى زي ما انتم شايفين كده، هنعمل فيه تحضيرات وهنعمل فيه تفريزات ونظبط كده الحاجات اللي احنا كنا جايبينها من السوق من الفيديو اللي فات. فحبيت ان انا اصورها واشاركها معاكم لان انا عارفه ان انتوا بتحبوا التحضيرات والحاجات اللي هي ايه، بيبقى فيها كده خير كده. فان شاء الله الفيديو يعجبكم، وما تنسونيش بقى من اللايك والشير للقناه. عايزه اقول لكم ان انا عملت قناه جديده، وسبت لكم رابط الفيديو او في اول فيديو يعني نزلته على القناه، في المنتدى، على القناه بتاعتي دي. وسميتها برضو من بيت آية، بس من بيت آية 2. حباكم بقى تروحوا تشتركوا هناك كمان، لان ان شاء الله هنزل هناك فيديوهات زي ما هنزل هنا هنزل هناك. فعايزاكم بقى تروحوا تشتركوا هناك وتتابعوني كمان هناك، لان انا بصوا يعني حابه ان انا يبقى عندي عيله كبيره وحابه كده ان انا اشارك معاكم حاجات كتيره. فان شاء الله كده باذن الله نكبر مع بعض باذن الله. هسيب لكم بقى رابط اللينك الفيديو اللي نزلته تحت في التعليق المثبت تحت، عشان بعد ما تخلصوا بقى الفيديو ده تروحوا تتفرجوا عليه. تعالوا بقى نشوف محتوى الفيديو النهارده فيه ايه. دي بقى ايد ماما مش ايدي. ماما الله يبارك لها جات لي اليوم ده اللي انا كنت فيه في السوق كده. كنت قايله لها ماما عايزه اعمل الليفت وكده، فلقيتها جات لي يعني. فلقيتها بصراحه كنت انا بمنتج لكم اصلا فيديو، لقيتها طلعت لقيتها كانت مجهزه بقى كل حاجه، قطعت الليفت ونقعته كده ويتغسل، وعملت بقى التحديقه دي او اللي هي المحلول يعني بتاع بتاع يعني الليفت وكده. ده عباره عن ايه، ميه وحط. طبعا انا كنت جايبه بنجر قطعناه، هي قطعته صراحه عشان طبعا ايه، يدي لون كده للليفت، يعني يبقى لونه احمر او بامبي كده فاتح. وكنت حاطه بقى ملح، وكنت حاطه بقى بالتحديقه اللي انا كنت عاملاها لي برضو قبل كده، اللي هي عباره عن فلفل احمر حراق ده وكان فيها اصلا توم وحطت ملح، وكمان حطت معلقتين سكر. تمام، بس كده وشويه خل. دي كده التحديقه اللي ماما عملتها لي في يعني للمحلول ده، عشان اسقي بيها كده بقى ايه اللفت. وقالت لي بس بيه اسبوع وافتحي عليه بعد اسبوع لو انت حابه تاكلي منه يعني. فبصراحه بصوا ما شاء الله عمل لي برطمانين كده كبار وبرطمان صغير. فده كيلو يعني، ده الحجم ده او الكميه دي كميه كيلو. طبعا انت بقى لما تروحي تشتري لفت ولا تشتري مخلل من بره، كيلو مش يعني انا لما بجيب اصلا نص كيلو، ما بيعمليش اصلا حتى يعني نقول تلات ارباع البرطمان او برطمان ماشي، يعني هنقول برطمان. فبصوا الكمية اصلا الكيلو عملت لي برطمانين ونص يعني، فدي كمية حلوة قوي. طبعا بقى احنا ايه بعد اسبوع كده بقى نفتح عليه ونشوف بقى كده ايه، الاخبار طعمه عامل ازاي. قالت لي بقى ممكن بقيه التحديقه اللي فاضت دي تجيبي بقى مثلا بتنجان تعمليه، تجيبي كرنبيط برضو تعمليه، نفس الفكره بيبقى حلو جدا. تعالوا بقى ايه نرص المشتريات اللي احنا كنا شارينها مع بعض. بحب قوي شكل الخضار كده لما ارصه في المنظمات دي بصراحة. دي منظمات كنت جايباها عادي من السوق، كان الواحدة عاملة 20 جنيه. فحلوة بصراحة كده بتشيلي الخضار وكله اللي انا بحطه. فحطه بقى كده ايه واحطه بقى في التلاجة. إيه، وهنا بقى الفراخ دي برضو كانت ماما كانت وهي واقفة اصلا قبل ما تعمل لي الليفت، لقيتها برضو نضفتهم لي زي ما قلت لكم. كنت جايبة 4 وراك وقلت اقسمهم على 2، فبصراحة الله يبارك لها نضفتهم لي ونقعتهم لي، وكانت مقطعاهم كمان. فقلت بقى كده ايه غسلتهم بقى تاني، وقلت اشيلهم كده ايه في الفريزر، عشان بقى لما اجي اعمل الاكل اطلع بقى الكيس يبقى على طول ايه جاهز على ان انا اسلقه كده على طول. تعالوا كمان بقى نقطع البسلة كده. كنت جايبة برضو معاكم كيلو بسلة، وكنت جايبة جزر. فقلت بقى كده ايه احنا بنحب بصراحة كمية الجزر تبقى اكتر من البسلة في الطبخ ده. فانا قلت بقى كده ايه اقطعهم كده واشيلهم معايا برضو بالمرة. وبالمرة اوريكم ايه طريقة التفريز اللي انا عملتها للبسلة بتاعتي. يعني انا في العادي كنت بقطعها واغسلها وبعد كده بقى ايه بشيلها هي والجزر، ومن غير سلق من غير اي حاجه. المره دي بقى بصراحه عملتها فرستها كده على النار، يعني غليتها كده غلوه سريعه على النار. حطيت ليمون وحطيت سكر،
وقلت بقى كده ايه اجرب في الكيلو ده. طبعا بقى بس زي ما قلت لكم انا جايباه عشان اطبخ للاسبوع يعني اللي انا فيه ده، اطبخ منها وحاملها مع فراخ. وفي نفس الوقت برضو ايه قلت اشيل كده كيس ولا حاجة لرمضان. إيه قلت برضو ايه ينفعني برضو مرة ارمي كيس بسلة، مرة ارمي كيس مثلا فاصوليا خضراء. ابقى اجيب مثلا ملوخية حتى لو فروزن كده يعني، بامية نفس الكلام. بحيث ان انا يبقى عندي ايه كذا كيس كده مثلا رميهم في الفريزر ينفعوني بقى إيه ان شاء الله في رمضان. ان شاء الله كده على خير. وانت حاولي برضو تعملي كده نفس الكلام. ما تجيبيش مثلا كمية كبيرة وتقعدي تفرزيها. طبعا ده هياخد منك وقت ومجهود. لا انت ممكن في كل مره كده جايبه مثلا هتطبخي تشيلي لك في الفريزر يعني كيس. هترتاحي بصراحه ومش هياخد منك لا وقت ولا مجهود ولا تكلفه كمان. يعني حاولي كده بقى تسهليها على نفسك، ما تصعبهوش الموضوع، يعني ابسط مما تتخيلي يعني. طبعا يعني قنوات كتيره نازله بقى الفتره دي تفريزات لرمضان، وحاجات بقى بنشيلها وحاجات بنعملها وانت بتحسي نفسك ان انت يعني مش قادره تعملي كل الكم اللي هما بيعملوه. طبعا انا مش بعيب ولا حاجه، لان انا واحده من القنوات ان انا مثلا بنزل برضو كل فتره. ولكن احنا مثلا بنجمع لكم كذا حاجه بنجيبها، لان ده محتوى شغلنا، يعني ان احنا محتوى شغلنا ان احنا نعمل معاكم التفريزات، وان احنا نعمل معاكم كذا نوع كذا صنف. ف ويعني عايزه اقول لكم يعني يعني انا مش من نوع كمان، يعني اللي عارفني كمان انا مش من النوع اللي انا بعمل افوره في المواضيع دي. انا بعمل برضو على قد ظروفي، على قد امكانياتي، على قد بقى انا محتاجه، على قد الحاجه اللي انا كمان بنحبها انا والولاد واسلام وكده. ف فأي حد بينزل آه، يعني محتوى بقى التفريزات في الفترة اللي احنا فيها، لان ده طبعا زي ما انتوا عارفين ده الموسم بتاعها. لان كل فترة كده في الفيديوهات بيبقى فيه حاجة معينة احنا او في يعني قنوات اللي هم مثلا روتينات والحاجات دي بينزلوا كل فترة في حاجات معينة كده موسمية بتنزل، فدي الفترة اللي بيبقى فيها التفريزات. كل واحدة بقى ليها طريقتها في طريقة التفريزات. انتي بقى بتشوفي الحاجة المناسبة بالنسبة لك ايه او الافضل بالنسبة لك ايه وبتعمليها. انت عجبك مثلا طريقة ايه في تخزين حاجة معينة فبتاخديها وبتعمليها. عجبك مثلا طريقة تفريز من قناة تانية او من شخص تاني، برضو نفس الكلام بتاخديها وبتعمليها. فانتي بتشوفي ايه الاصلح بالنسبة لك والافضل بالنسبه لك بتعمليه. كمان مش شرط زي ما قلت لك ان انت تعملي كل الكم اللي هما بيعملوه. بسطيه على نفسك. يعني انا حبيت كمان ان انا افيدكم من الفيديو ده، ان انا عادي دي مشتريات اللي انا كنت شاريها معاكم عشان اشيلها للاسبوع ولا للاسبوعين الجايين. لان طبعا انا الاسبوع الجاي او يوم الجمعه الجاي انا مش هنزل بصراحه ان انا اشتري حاجات، لاني انا بنتي بقى عندها امتحان، هيبقى صباح تاني يوم عندها امتحان. فانا اليوم بقى اللي هو بتاع السوق ده حرفيا بيضيع كله في السوق مع الاكل مع كده. فيوم الجمعه انا بقالي جمعتين يعني لما بنزل وكده، فده بيضيع مع نزولي ده بيضيع. لاني انا بنزل طبعا بشتري حاجات وبلف وبجيب، وعبال ما باجي وبعمل الاكل والصبح الفطور، ففعلا اليوم بيبقى ضايع. فانا مش محتاجه بقى بصراحه ان انا ايه اليوم عندي يضيع، خاصة ان انا بنتي يعني عندها تاني يوم امتحان. فعشان كده بقى ايه انا بقى حبيت ان انا اشارك معاكم اللي انا عملته في يومي طبيعي عادي جدا. جبت كمية حاجات معينة قلت هشيلها طبعا عشان ما تخسرش في التلاجة. قلت ايه اشيلها يعني في الفريزر، ولكن غرضي الاساسي منها ان انا عادي استعملها، وفي نفس الوقت برضو ايه ما يضرنيش ان انا لو شلت مثلا ايه كيس من الحاجة اللي انا جايباها. تمام. زي ما انتم شايفين كده انا قطعت البسلة وغسلتها، وقطعت كمان الجزر مكعبات صغيره كده. كمان زي ما قلت لكم فرستها بقى بالطريقه دي. حطيت ليمون كده او نص ليمونه، وحطيت سكر، وسبت بقى ايه، وحطيت بقى الباميه اسفه حطيت البسله بقى عليه كده وسبتها تاخد غلوه. بعد كده عادي هشطفها وهحطها كده بقى كمان على الجزر. هنا كان عندي ال2 كيلو رز اللي انا كنت جايباهم، قلت برضه بالمره اشيلهم من بقيه المشتريات اللي انا جبتها. اشيلها بقى كده في مكانها. وهنا بقى العدس برضو شلته في مكانه. آه خلاص بقى هبتدي بقى ان انا اجيب بقى البسله. بصوا هي البسله اخدت لها غلوه. هنزلها بقى كده واصفيها واشطفها كده بميه ساقعه من الحنفيه. آه برضو اللي هي البسله اللي بتتفرز على البارد دي، او اللي هي من غير غلوه دي برضو بتبقى حلوه، بس انا قلت اجرب دي معاكم. كده كده انا اصلا هطلعها هبقى اطبخ منها.
فهشوف بقى لو لقيتها انها حلوة ممكن ابقى اجيب تاني بقى مخصوص للتفريزات، كيلو ولا حاجة للتفريزات واشيله. لو لقيتها يعني التانية افضل خلاص يبقى هجيبها واعملها بالطريقة اللي هي اللي على البارد دي. خلاص كده انا بشطفها بقى وهبتدي بقى ايه. كمان كان عندي الخضرة بتاعت المحشي دي برضو، قلت برضو اشطفها واقطعها كده واحطها في الفريزر. دي انا عادي هستعملها. بس انتوا عارفين الحاجات لما بتبقى في التلاجة بتبوظ، يعني بتدبل كده وتبوظ. فقلت اشيلها. انا لسه بصراحة الكرنبايه ما عملتهاش، ان شاء الله ابقى اعمل معاكم بقى. غدوة بقى المحشي دي. انا عارفة في ناس كتير بتحب المحشي وبتحب الفيديوهات اللي بيبقى فيها محتوى ان انت بتعملي فيها محشي دي. يعني انا عن نفسي لما بشوف مثلا اي حد بيبقى عامل محشي، ببقى بص لازقه كده في الموبايل، لان انا بطبيعتي بحب المحشي، بحب الاكله دي. فببقى مبسوطه جدا ان انا بتفرج على فيديو بيبقى فيه محشي يعني. فان شاء الله نبقى نعمله بقى مع بعض كده. خلاص بقى كده انا غسلت الخضره بقى دي، وقلت ابتدي بقى ايه اقطعها. عشان طبعا اشيلها بقى على طول. في ناس بتقولك ان لو انت قطعتي الخضره فايدتها بتروح. بصوا هو يعني الفكره بس ايه، ان انا لما انا كنت جايباها انا كنت صراحه مش عارفه هعمل امتى المحشي تمام. فانا كان ممكن اجيب طازه، يعني كان ممكن في اي وقت عادي انا اجيب، جوزي يجيب في اي وقت اجيب. بس هي الفكره ان انا قلت ايه، لا حاجتي كلها تبقى جنبي وقدامي وما كسلش، وهي جاهزه ومتقطعه، يا دوب هطلع الكيس يفك شويه واقوم حطاه بقى ايه مع الحاجه. انا قبل كده كنت عامله محشي، وكانت خلطه يعني عايزه اقول لكم فيها الرز والخضره والطماطم وكل حاجه، وكان فايض بقى كيس كبير كده يعني. فبصراحه حطيته في الفريزر، فمره طلعته وعملت عليه حبه كده يعني فريش. حطيت ده على ده، عايزه اقول لكم والله فعلا كاني عاملاه يعني كانه لسه جديد من الاول خالص. مش ان انا مثلا كان عندي وانا طلعته وعملته وحطيته مثلا على حاجه تانية، لا خالص. ما حسيتش خالص ان في تغيير في الطعم. فالحاجات دي والله بتفرق معانا يعني. هنا بقى خلاص بقى كده خلطت البسله والجزر مع بعض. هبتدي بقى اعبيهم. بصوا انا هعمل بقى ايه، مش هشيل كده بالمغرفه او بالكوبايه او كده، لا انا هجيب طبق وهعاير بيه. يعني هو ده المعيار بتاعي، ان انا هعمل طبق كبير دي على قد طبخه. مع ان انا بحب ان انا يبقى عندي الاكل يعني ان احنا ناكل منه تاني يوم. بس انا هعمل على قد طبخه. تمام فاهمين قصدي. فانا جبت بقى كده بالطبق عايرت تمام، هو ده المعيار بتاعي. فطلع لي بقى 3 اطباق ومليانين يعني الحمد لله. فعمل لي بقى 3 اكياس، ان شاء الله بقى اطلع بقى معاكم كيس كده نعمله. ومعنا اهو كيسين زيت الخير خيرين. فنخلي واحد لرمضان وواحد برضو ايه، لو ما عملناهوش ممكن نبقى نسيبه برضو لرمضان ونبقى نجيب تاني عادي يعني. انا كده كده بحب قوي افرز، بحب اعمل الحاجات دي على طول في البيت. بس ادي كده بقى الوفر، وادي كده خليكي ذكيه وشغلي دماغك. يعني من حاجتك الاسبوعيه او من الحاجه اللي انت بتشتريها تقدري تعملي رمضان وتملي بيتك خير. ويبقى عندك كذا حاجه، حتى لو انت هتعملي من كل حاجه بتجيبيها كيس كيس كيس. شلتي حاجه بصي جبتي مثلا سكر، شلتي كوبايه، شلتي اي حاجه، فده بينفع كده. بقى الفيديو بتاعي خلص، اتمنى انه يكون عجبكم.